شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات نفحات رمضانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الحلقات المختصرة التي نحرص أن نعطي فيها جرعة تتعلق بهذا الشهر الفضيل. كل لحظة نقف فيها مع معنى من هذه المعاني العظيمة. اليوم إن شاء الله نقف مع معنى العطاء الذي يتولد من خلال شهر رمضان. رمضان المبارك هو شهر العطاء، وخاصة عندما يرتقي الإنسان روحيا، عندما يكون ضعفت عوامل الجسد وأغلقت منافذ الشيطان وعزز الجانب الروحاني في الإنسان تلاوة لكتاب الله وصياما لوجه الله وذكرا وتسبيحا وتحميدا، فإن هذا سيجعل من الإنسان إنسان العطاء وإنسان الجود وإنسان الكرم وإنسان البذل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. سبحان الله، هذا الربط العجيب بين تلاوة القرآن ورمضان والجود اللي هي قضية العطاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقات يعطي حتى ينسى نفسه، يعطي كل شيء لمن حوله، ثم يسأل بعد ذلك هل هنالك شيء يمكن أن أكله، فيخبر بأنه كل شيء قد تم توزيعه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشهر يجعلنا نعطي. وهنا تأتي طبعا في قضية العطاء موضوع الزكوات، وهو أن بعض الناس ربما تأتي زكاته في شهر رمضان وقد لا تأتي في شهر رمضان. فعلى كل من كانت زكاته في شهر رمضان فهذا خير عظيم، لا بد أن يسارع الإنسان في أن ينفع عباد الله سبحانه وتعالى ولا يبخل. ثم إن لم تكن له هنالك زكاة مفروضة مثلا في هذا الشهر، فأيضا لا بد أن يساهم ما استطاع في موضوع العطاءات الأخرى، قضية الصدقات. فعلى الإنسان أن يتصدق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إذا نحن في هذا الشهر لا بد أن يكون شهر عطاء. يعني كيف تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود وأنت ممسك وأنت قابض بما عندك، والأمة ساحاتها مفتوحة؟ الأيتام يحتاجون، الأرامل يحتاجون، المجاهدون يحتاجون، الذين هم اليوم في الخيام في كثير من بلداننا، المشردون في الأرض، كل هؤلاء ينتظرون العطاء في هذا الشهر المبارك. فلا بد أن نكتسب من شهر رمضان نكتسب خاصية العطاء وخاصية البذل وخاصية أن يكون الإنسان معطاء يمينا وشمالا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وخصوصا عندما تقرأ القرآن ستجد القرآن يخاطبك بالإنفاق، وعندما تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن السنة تحثك على العطاء. وعندما تقف مع الصيام وتربط الأحجار على بطنك وتكون في حالة من الجوع، الفقراء والمساكين والمعدمين هؤلاء سيناشدونك أيضا، وستتذكر معاني هذا الأمر. وقد تحدثت في حلقة سابقة عن قضية رمضان والاتصال بالمساكين والفقراء. إذن أنت في هذا الشهر المبارك لا بد أن تدرك بأنك إنسان يجب أن تدخل مدرسة العطاء ومدرسة الكرم وتخرج من دوائر البخل، لأن أسوأ شيء يمكن للإنسان أن يتصف به هو صفة البخل. وكانت العرب تصف الكريم بالشجاعة وتصف البخيل بالجبن، والمسألة معكوسة. يعني البخيل لن يكون كريما، والجبان لن يكون بطبيعة الحال معطاء، لأن من بخل بالنفس من بخل بالمال فهو لما سواه من الأمور أبخل. يعني الذي يبخل بالمال سيبخل بالنفس بطبيعة الحال. إذن هذا الشهر المبارك هو شهر العطاء، نتعلم فيه موضوع العطاء، سواء كان من خلال الزكوات، من خلال الصدقات، من خلال تفقد الناس في إنه والله ماذا تحتاج هذه الأمة وفي أي ساحة وفي أي ميدان. ويجب أن تتفقد هذه الميادين كلها حتى يكون لك سهم في كل باب من هذه الأبواب، لتخرج بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف وقد خرجت وأنت أكثر عطاء وأكثر بذلا
وتخرجت من المدرسة هذه مدرسة رمضان بشهادة خاصة في موضوع العطاء والبذل وعنوانها الجود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره